أوائل من الناجحين في الشهادة الإعدادية بالمحافظة. في أجواء من السعادة والفرحة قام السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي لتفوقهم كما سمن جهود مديرية التربية والتعليم على نتيجة شهادة الإعدادية لهذا العام، والتي جاءت بنسبة نجاح 85%. شرف وسعادة ليا أو لأي واحد في مكاني إنه يقف جنب الكوكبة الجميلة دي المتفوقة من ولادنا وبناتنا من أبناء محافظة السويس. الحقيقة بيبعثوا الأمل في الواحد إن المستقبل قادم، وهم دول اللي هيتحملوا المسؤولية بعد كده. فأنا بتمنى لهم كل الخير والنماء والرفاهية إن شاء الله. احنا بنديهم بس نصيحة واحدة، ان ابقوا على ما انتوا عليه وطوروا من انفسكم كمان للامام، ان مش لصالح نفسكم ولصالح اهاليكم بس، ده لصالح الوطن، ان هتعملوا ارض وتقدروا تحافظوا عليها وتقدروا تنموها وتقدروا تكبروها في العالم. وان شاء الله مصر زي ما فخامة الرئيس دايما يقول هتبقى قد الدنيا بيكوا وبالنظرات اللي في عينيهم دي اللي هي كلها امل وتطلع للمستقبل. طبعا النهارده كان عندنا تكريم اوائل الشهاده الاعداديه بمحافظه السويس. النتيجه السنه دي عندنا في السويس 85.1 كافضل نتيجه منذ 5 سنوات. طبعا زي ما سيادتك شفت عندنا 10 اوائل على مستوى المحافظه، عندنا 4 منهم تقريبا مقفلين ال 280 من 280. تقاسمت المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه والرسميه لغات والرسميه عربي الاوائل في الشهاده، وطبعا ده تنوع الحمد لله بيثبت شفافية التصحيح وشفافية الامتحانات. حالة من الفرح سادت حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وسط حضور لأولياء أمور الطلاب العشر الأوائل وتسليم المتفوقين لشهادات التقدير والهدايا التذكارية. أنا صالح منتصر بالله صالح، مدرسة 25 يناير الرسمية للغات، الأول على الشهادة الإعدادية الحمد لله. في البداية أنا حابب أقول إن شكرا طبعا لسيادة المحافظ عبد المجيد صقر، وشكرا لكل الإدارة اللي هي في السويس على التكريم العظيم ده، يعني فعلا حاجة تشرف. مبدئيا يعني من ساعة ما ظهرت النتيجة وأنا فرحان جدا، فرحة يعني ملهاش مثيل. بشكر ربنا دايما على اللي أنا عملته الحمد لله، مجهود من بداية أولى ابتدائي لحد دلوقتي 9 سنين الحمد لله، يعني بشتغل على نفسي وبطور من نفسي الحمد لله. وطبعا تكريم النهارده كان جميل، يعني شعور يعني مش مصدق نفسي، حاجة جميلة جدا يعني. إيه لزمايلك بقى؟ اقول لهم الناجحين طبعا الف مبروك، ان شاء الله السنين اللي جايه هتنجحوا ان شاء الله، اولى ثانوي ان شاء الله السنه السهله، واللي داخلين اعداديه اقول لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم وتطلعوا اوائل المحافظه ان شاء الله. بقرا كتير، بحب المنصات يعني بستمتع بيها، فيمكن تفيدهم مثلا، والقرايه كتير هتفيدهم على فكره، والانجليزي برضو. انا بشكر اليوم الجميل ده، وبشكر الظروف الجميله اللي جمعتنا بحضراتكم النهارده، والتكريم الرائع النهارده لصالح ولكل اولادنا. حقيقي يوم من الايام الجميله في ايام العمر كده. انا فخور بيه، فخور بادائه، وفخور بنتيجته العظيمه. اتمنى له كل توفيق ليه ولكل زمايله باذن الله في المستقبل. حقيقي يعني كان على قدر المسؤوليه وعلى قدر العمل طوال عام كامل. اتمنى له كل توفيق في المستقبل. هو الحمد لله كان مجتهد يعني طول السنه، كان مش مدي وقت كبير للعب، جه على نفسه كتير يعني. الحمد لله الحمد لله. ريا منير موريس من مدرسة فيوتشر، طالعة الأولى على المحافظة، جايبة مجموعة 279 و75%. كنت بتذاكري ازاي بقى يا مريم؟ أنا كنت بحاول إن أنا أقسم وقتي، وبحاول إن أنا ما اركنش مادة يعني، وإن شاء الله هحقق حاجة حلوة. أنا بحب الرسم، وكنت بلعب كاراتيه واخدة الحزام الأصفر. مراية جميلة يعني، هي حلوة، ما فيش مرة قلت لها اقعدي ذاكري بجد. يعني هي تقول لي ماما انا هاخد بريك شوية، دلوقتي هذاكر. النهارده انا مش قادره اذاكر، يعني في ايام كانت بتعدي علينا بجد، كانت بترجع تقول لي ماما انا مش قادره اذاكر. مسؤوله، تقول لي انا منظمه في جزء ده قسمته. لا، ماريا بنت شطوره، بنت ملتزمه، حاسه بالمسؤوليه جامد قوي. هي حاطه الهدف قدامها وفعلا ماشيه عليه من زمان خالص. يا ماريا ما شاء الله تقريبا الاولى على المدرسه، من اولى ابتدائي لحد النهارده بتطلع اولى المدرسه. هي حاطه هدف قدامها وماشيه عليه، وبقول لها كملي في الهدف بتاعك لحد ما توصلي لثانويه عامه، والهدف بتاعك ان هي تخش طب، ربنا يديها يعني ان شاء الله ان شاء الله. في احتفال بالتفوق والمتفوقين، كرمت محافظة السويس أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك تقديرا لهم وتشجيعا على مزيد من التفوق واستكمال مسيرة النجاح والتميز. من السويس من احتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، نهاد محارم، تلفزيون القناة.
أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود